حبايبي حبايبي وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة يا رب. ايه رأيكم؟ انا جاياكم المرة دي بتورتايه وحش بقى، دايما اقول عليها وحش التورتة دي بالذات يعني. من من اجمل التورت واحسن مقاسات بصراحة. بشتغلها اللي هي المقاسات الكبيرة زي كده، دي بداية بالنسبة لي، دي التورت المحترمة يعني، التورت الكبيرة. آم، طبعا دي مقاس 40 في 40، بتكفي معايا من 38 ل45 46 على حسب تقطيعة ايدك، بس هي اقل حاجة يعني انها تكفي معايا 40 فرد، حاجة كده ما شاء الله. شايفين طبعا اول حاجة نبارك للعرسان الحلوين دول. العروسة القمر دي هي اللي حاجزة معايا التورتاية، ما شاء الله. طبعا الف مليون مبروك يا قمر، وصورتهم الله اكبر عليها ما شاء الله، حلوين جدا جدا. عقبال ما يا رب كل الناس يعملوا لحبايبهم. طبعا ديت طبعا صورة شوجر شيت، طبعا اللي هي صورة غذائية بتتاكل. احنا بالتالي في فيديوهات عندك في القناة، لو قلبتي كده هتلاقي كذا تورته انا عاملاها بالشوجر شيت. الصورة الغذائية اللي هي ازاي بتتركب وازاي بجيبها وايه النوع الافضل، الكلام ده كله هتلاقيه عندك في القناة ان شاء الله لو عملتي سيرش. طيب الافضل حاجة بالنسبة لي للتورت الكبيرة اللي زي كده ان انا الفها بورق فاكيوم زي كده، وخاصة لو هتسافر. شايفين ده الورق الفاكيوم ده بالمتر او بالشريط، الشريط بيتباع ب5 6 جنيه. هنا التورتيه دي واخده معايا شريطين. انا بجيب طبعا كميات والوان وكده، انا فضلت ان انا اعملها باللون الابيض فيه قلوب دوت، على اساس ان هم بقى ايه، جوز عصافير كده يعني، عصافير كناريا. احسن من الذهبي والبني والكلام ده، حبيت ان انا اغير يعني. بس هي طالعه رقيقه قوي 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 بصراحه، وشيك، شبه العروسه والعريس. شايفين حلوه جدا جدا جدا. وطبعا الشريط ده بيحافظ عليها في الصيف كمان كويس جدا يعني، انا بفضله قوي في الصيف للتورت او الشغل. لو مش شرب ايدج بقى وعجينه سكر والكلام ده، بيبقى حلو جدا، عملي قوي في الشغل بصراحه. ده بالنسبه، احنا خدنا وقت كتير قوي في الكلام عن شريط الفاكيوم. خلينا ندخل في تفاصيل التورته. الشوجر شيت دلوقتي طبعا بتاريخنا دلوقتي فبراير 2023، هو ب70 جنيه من قلب المكان يعني. هو ب70 جنيه الاي 4. دي صورة اللي هي قابلة للأكل. بتعملي تحتها ايه بقى؟ اكتر من حاجة ممكن تعملي تحتها: كارت شوكولاتة بيضة، كارت شوكولاتة بني، ممكن تحطي تحتها عجينة سكر، تفردي تحتها عجينة سكر، تفردي تحتها بسكوت سادة. شايفين يعني افكار كتير جدا يعني، اسهل حاجة بالنسبة لك اعمليها. لو هتطلبي حاجة اسمها نص شيت او نص كارت الاي 4 دوت، بيبقى بنص السعر اللي هو 35 او 40 جنيه. طبعا احنا بنتكلم كده غير التوصيل، غير ان هو عبال ما يجيلك هتتكلف معاكي صورة زي كده هتتكلف معاكي 100 جنيه. انا والله بنصح اغلب الناس يعني ما يعملوهاش وبتاع وتكلفة وكده، بس في ناس بتحب بيبقى اول مرة تجرب الشوجر شيت ديت، فبتكون حابة تعملها يعني للذكرى وتوثق اللحظات دي. فطبعا بس طبعا ما بننصحش انها تتاكل، هي بتتقطع وكل حاجة، بس الافضل ان انت تشيليها من على التورتاية وتحطيها في مية يعني، او تحطيها في مية، تدوبيها في مية وخلاص كده. هي بتلزق كده، هي المفروض ان هي قابلة للاكل يعني. بس بلاش تاكليها وبلاش تقطعيها، عشان ايه؟ بيقول لك بقى في علم الطاقة بقى، وطاقة سلبية وبتاع وحركات كده ملناش دعوة بيهم. خلينا ايه، نأمن نفسنا ونحصن نفسنا وخلاص. المهم ان انا هنا استخدمت شوكولاتة بيضة، عملت لها كارت شوكولاتة بيضة. بالنسبة لي افضل بكتير من عجينة السكر، عشان العميل يستفاد منها، يكون طعمها من تحت غني، فاهمني؟ ما يكونش عجينة سكر انها تترمي وكل يقعد يقشرها والكلام دوت. هي الفكرة كلها ان هي تحافظ على، تعمل فاصل ما بين الكريمة وما بين الكيك والكريمة اللي تحت يعني، لان الصورة دي ما ينفعش يلطها مية او اي سوائل خالص. تمام. ده طبعا ايه عملناها هنا بشوكولاتة بيضة تحتها، وقسمناها هنا هي كلها من جوه شوكولاتة. تمام. هنا هتلاقي جناشة شوكليت. كل اللي على التورتايه ديت يا جماعة كله بيتاكل، شايفين؟ كل حاجة بتتاكل، سواء كان ده مولد شوكولاتة، سواء كان ده ترانسفير، ده نفس القصة، كريز وكريسبيهات وفرماسيل الألوان. ده برضو السيلفر دوت، برضو مولد شوكولاتة متلون بدست سيلفر، ده مولد شوكولاتة متلون بدست ذهبي. طبعا النقط دي شوكولاتة بيضة، الخطوط دي جناش شوكليت. بصوا، انا بوريكم تفاصيل. اللي بتقولي مثلا انت ليه مش بتعملي التورته من اولها لاخرها؟
بقول لك للاسف والله، انا لو الوقت يساعدني انا هعمل كده فعلا. بس انت عندك، انا دلوقتي بديكي افكار وفي معلومات ناس بتسالها لي على الخاص، فانا بجاوب عليها كده بره. بتعملي الصوره فين، بتتكلف كام، التفاصيل دي كلها. لكن انت عندك فيديوهات على القناه للسبونج البني او الابيض لوحده، وعندك فيديوهات للكريمه لوحدها، وعندك فيديوهات لتركيب شوجر شيت. وانا في اقرب فرصه بامر الله هعمل كده معاكم فعلا، هبتدي التورته من اولها خالص. بس خليني ايه في تواصل، يعني انا بقول دلوقتي انا مضغوطه في اوردرات وفي شغل وكده، فبرضه في متواصله معاكم اهو، يعني مش بعيده عنكم. وطبعا شكرا لكل المتابعين، وشكرا لكل الناس اللي بتكتب لي كلمه حلوه وبتشجعني ان انا حتى اصور، حتى لو ببقى في تواصل بيني وبينكم بحاجات فيديوهات بسيطه او معلومه بسيطه. بجد بشكركم من كل قلبي، وان شاء الله نكون مع بعض قريب لايف ان شاء الله. يعني انا عندي مشكله النت اللي قلت لكم عليها قبل كده، الحمد لله اتحلت والدنيا بقت تمام. باذن الله هنبقى مع بعض في فيديوز من البدايه للنهايه. وبشكركم جدا، وما تنسوش بقى اللايك ومتابعه للقناه علشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. وطبعا ما تنسوش تباركوا للعرسان، الف مليون مبروك.